لا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بصوا بقى، زي ما رمضان بيبقى ليه خضار بنفرزه وسمنة بنجهزها لرمضان وعصاير وفواكه وكل حاجة، برضو ليه توابل. دي توابل رمضان اللي هي ايه، لا غنى عنها. هي التوابل بتبقى موجودة صح طول السنة في البيت، ما نستغناش عنها، بس توابل رمضان بقى بتبقى مميزة شوية، لان كل الناقص بقى بنجيب حاجات ايه، بنخليها لازم عندنا كده احتياطي يعني. معانا بقى يا حبايبي اول حاجة معانا كزبرة اهي، بس الكزبرة بقى ما كمية كبيرة شوية عشان جايالي يعني ما اشتريتهاش. معانا فلفل، معانا كمون. انا بحب اجيب الحاجة كده حصى من عند العطار وانضفها انا كويس بايدي عشان تبقى اضمن وانضف. انضفها كويس كده وبطحنها انا في البيت. بيبقى فيه قشور او فيه يعني طين كده، عشان طبعا الحاجة مزروعة في الارض وما بتيجي يعني يطلعوه بيبقى فيه يعني بواقي حصو كده من الطين بتاع الارض وكده. ماشي يا حبايبي. والفلفل اهو، الفلفل ما بيبقى يعني بيبقى مش بيتعبنا قوي، بننضفه برضو لان بيبقى حباته كبيرة بيبقى واضح الفلفل، او لو في حاجة بقى بتبان. والكزبرة طبعا اهي نضفتها، بيبقى فيها قشور كده منها، نضفتها وخليتها زي الفل اهي. ومعانا بقى ايه يا حبايبي، انا ما جبتش بقى في الحاجات دي كركم، ولا لان انا كان عندي اهو كركم والكاري. ده لازم بقى الكركم والكاري دول بنستخدمهم طبعا في الرز البسمتي. معانا يا حبايب قلبي توم، ده بصل بودر وتوم بودر وقرفة وبابريكا وحبهان. دي لازم توابل رمضان. وقرفة خشب عشان الرز البسمتي برضه. ورق اللوري عشان الفراخ واللحمة والحاجات دي. اللومي برضو عشان الرز البسمتي. بس الرز البسمتي لو غلي دلوقتي اعملي الرز البسمتي بطريقة الرز البلدي بطريقة البسمتي يطلع معاكي زي الفل. ومعانا يا حبايب قلب الشطة. ومعانا العصفر ده لازم برضو الايه بنحطه للمخللات بقى بتاعت رمضان وبتاع اي وقت يعني، والليمون والكلام ده اللي انتوا عارفينه. البطرمانات بتاعتنا ايه، دي بطرمانات كانت عندي طبعا مش جايباها جديده ولا حاجه، غسلتها بتاع التوابل برضو ونضفتها كده ونشفتها عشان احط فيها التوابل. وعملت لي طقم توابل بقى من بطرمانات النسكافيه، بدل ما نرميها ونروح نشتريها بالغالي اهي. ايام ما كنا بنجيب نسكافيه يعني، نسكافيه دلوقتي غلي قوي. وملح بقى عشان نعمل ملح طبعا مبهر بالشطه وبالتوابل عشان السحور وكده. والمبهر ده نحطه على السفرة. ماشي يا حبايب قلبي، صلوا بقى على النبي، وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله وحطوا لايك. هنروح بالحاجات دي، الكزبره والكمون بس اللي هنعمل فيهم الطريقه دي. هنحطهم على النار كده تشويحه بسيطه، اللي هو نعقمهم. وكمان التحميصه دي بتخليهم ايه، الحاجة ما تسوسش معاكي، والروائح العطرية بتاعتها تكون اقوى وتتعقم. يعني كل الحاجات دي في الحاجة اللي احنا هنعملها فيها دي دلوقتي. نروح على النار بقى حبايبي، وحاجة ألمونيا كده. الكزبرة بتحبش النار عالية عشان بتتحرق بسرعة. والكمون برضو مجرد تسخينة كده، ما تسيبيش النار تحمى عليها وتتحرق منك. مجرد ما تبدأ تسخن كده وتحطي ايدك تلاقيها سخنت وحلوة كده والريحة بتاعتها طلعت، شيليها على طول عشان ما تتحرقش منك. وايدك بقى بالتقليب كده في كل حتة عشان ما تبقاش يعني ما تتحرقش من جنب وجنب، لا، لان هي حساسة اوي. هعملها بقى كده هي والكمون وهسيبهم يهدوا، بعد كده نبدأ نطحن الحاجة بتاعتنا. يا حبايبي انا عملت الكزبرة اهي، ننزل بالكمون. عايزه اقول لكم الروائح طالعه ايه بقى، اكننا كده في الغرية.
الكمون دي بتبقى جميلة لما بتسخنيه كده. اعملهم بقى كلهم كده. هو الكمون والكزبرة بس اللي بتعمل، الفلفل ما بتعملش كده. ونسيبهم يبردوا بقى خالص وبعد كده نبدأ نطحنهم. يلا يا حبايبي كده بقى انا بقى حمصتها اهو التحميصه اللي وريتها لكم. نبدأ بقى ايه نطحنها. طبعا في توابل مطحونة جاهزة عند العطار وفي السوبر ماركت، بس انا ما برتاحلهاش يعني الصراحة. دي كده بايديكي تبقى انضف. عارفة انت بتطحني ايه وبتحطي ايه لولادك في الاكل، عشان الخلاط بقى ما يعملكوش دوشة. اطحنهم وارجع لكم. بس يا حبايبي انا كده طحنت اهي التوابل بتاعتنا اهي. بصوا ده الفلفل اهوت، الكزبره، كمون اهو. هنعمل هنا بقى ايه حبه توابل كده للحمه والفراخ يبقوا على بعض، عشان منقعدش ايه ندور بقى ونجيب واحنا صايمين كده، ونجيب ايه كل حاجه من حته. شويه ورق لوري بقى. حابين انا نسيت حاجه يعني، بصوا افكركم انتوا بيها بقى. انا نسيت جوز الطيب، حابين تحطوا جوز الطيب حطوا جوز الطيب. ماشي يا حبايب قلبي. نطحنهم كده مع بعض ويبقوا في بطرمان كده لوحديهم. لما تقعدي تفتحي كذا حاجه عشان تجيبي الحاجات دي، يبقى هما دي مع بعض كده ايه سهل. انت حطيتي كل توابلك مره واحده. اطحنهم بقى وارجع لكم. بس يا حبايبي نعبي بقى كل حاجه كده في بطرمانها. بسم الله. نملى البطرمانات بتاعتنا كده. طبعا ايه ورقه وقلم بقى اللي ما جابش توابل رمضان. لو ما جبتيش توابل رمضان بقى وروحي كاتبه ايه اللي انت ما جبتوش عشان ما تنسيش، يعني شوفي ايه اللي انت بتحتاجيه من الحاجات دي وهاتيه واكتبيه، عشان لما تروحي عند العطار تجيبي حاجتك ما تنسيش حاجه. والناس بقى احنا طبعا بنقدر نفرق ده كمون ده فلفل ده كزبره. الناس اللي ما بتعرفش التوابل من بعضها ما بيبانوا طبعا من ريحتهم ومن شكلهم، بس في بقى بنات صغننين كده حلوين لسه يعني جداد في المطبخ ممكن ما يعرفوش ده ايه ولا ده ايه، فممكن استيكر كده ونكتب لو البطرمانات مثلا مش مكتوب عليها او كده، نكتب ده ايه عشان اللي يجي يستعمله يبقى عارف. هعبي كله بقى بالشكل ده وارجع له. صلوا على النبي بقى وحطوا لايك. بس يا حبايب قلبي بصوا بقى كده، بصوا الجمال والحلاوه. انا عبيت بقى كل حاجه، حطيت هنا القرفه واللومي مع بعض والورق اللوري، الثوم والبصل البودر، الكركم والكاري اهو. طبعا احنا بنميز الحاجات، اللي مش بيعرف يعني شكل التوابل يكتب عليها. كزبره، كمون، فلفل اسود اهو. دي البهارات اللي عملناها بقى للحمه، بتبان من ريحتها. اول ما تفتحي كده البطرمان هتشمي ريحه الحبان على طول، ريحته جميله. شفتوا انا عملت ازاي من ريحته نفاذه جدا. وهنا حطيت البابريكا بقى، وهنا الشطه، وهنا كزبره تاني. الكزبره معانا ما شاء الله. وايه والقرفه، لا دي القرفه اهي، دي البابريكا. وده الحبان، تعرفين الحبان غالي فجبنا كده حبه على قدينا. بس الباقي بقى الحاجات اللي انا خليت حبه كمون حصى اهو، بحتاجه برضو للكشري لو حد عنده انتفاخ او مغص بتاخدي حبه من دول كل حاجه بتروح. حبه فلفل برضو زادوا على البطرمان. كل الكلام ده هنسيبه ايه في اكياس. الجنزبيل اهو نسيت اقول لكم. والناس اللي بتحب العرقسوس والكلام ده بيكنج اسمه ايه ده، كربونات ده بنحطه على العرقسوس. والجنزبيل طبعا بنحط لو احتاجناه لاي اكله. وايه واللي بنغسل منه الفراخ والحاجات دي عشان تبقى الزفره. ماشي يا حبايبي، الحاجات دي هسيبها بقى ايه باكياس. تعالوا نوسع كده وتعالوا نعمل بقى الملح المبهر اللي احنا ايه هنخليه للسفره. بسم الله. ده كده تحطي منه على السفره. هناخد من كل التوابل اللي احنا عملناها دي، بس هنزود يعني الكزبره شويه. ممكن نسيب دي وناخد من اللي في الكيس.
حط مثلا معلقتين كده من الكزبرة، معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسود، ده كيس ملح اهو. هنعمل بالتوابل دي، وهنعمل ملح بالشطة. مش هنكتر فلفل اسود هنا، ده دايما كده في الملاحة على سفرتك. والشطة فين؟ الشطة اهم حاجة برضو. هنحط هنا شطة، وهنعمل ملح بشطة لوحدي. اهو يا حبايب قلبي كده قلبته انا في بعض اهو مع كل التوابل. نعبيه بقى. برطمانك اللي انت مخصصاه كده لملحك ولحاجتك، وعبي وجهزي حاجتك كده وروقي نفسك. احنا بنجهز نفسنا للصلاة طبعا والعبادات وقراءة القرآن. ربنا يا رب يبلغنا رمضان كده بأحسن حال، مش لمسلسلات بقى، ولا نقعد نرغي، ولا نشوف مين عزم مين ومين قال ايه ومين عمل ايه ومين جاب ايه، لا. ده بقى ملح ايه بشطة بس. ده بقى للبطاطس كده والبيض بتاع السحور. نحط الملاحة بتاعتنا ونملى عين للسحور، ملح للسحور وعين ملح للفطور. الشطة بقى كده في ملحتك كده، حطها على سفرتك. الشطة هتشتغل. بس يا حبايب قلبي كده الفيديو بتاعنا خلص، ودي التوابل بقى بتاعتنا. يا رب كده طريقتي في تحضير التوابل تعجبكم. اي توابل باقي عندك مطحونه وبعد احنا ما حمصناها التحميصه دي، هي مش هيجرى لها حاجه. ضيفي عليها برضو نص معلقه ملح، وسيبها عندك في المطبخ، او شيليها في درج التلاجة عشان ما يجرالهاش اي حاجه. يا رب بقى الفيديو بتاعنا يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك، واللي مشتركش في القناه يشترك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.